جماعه انا عايزه اقول لكم ان ده اخر فيديو انا هعمله معايا. ولا كان حد يتكلم. بصي الساعه كام؟ انا وقتي انا عايزه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. دي مي اختي اللي كانت تطلع في فيديوهاتها بايديها بس، الحمد لله اتجرأت واقتنعت وخدت الخطوه وبدات تطلع بوشها، الحمد لله باركولها يا جماعه. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا وهو ازاي الاخوات ممكن يكونوا اعز صحاب. فان شاء الله هنقول لكم على كام حاجه كده لو عملتوها بجد انتي واختك هتكونوا قريبين من بعض جدا. يلا اسراء خلينا ندخل على الفيديو على طول. يلا خلينا ندخل على الفيديو على طول. الصراحه مش كل الاخوات بيحبوا بعض، صح؟ صح، دي حقيقه. الله اكبر. وفي ناس علاقتهم باختهم بتكون سطحيه جدا، وفي ناس حرفيا ما بيطقوش. بس بجد اللي اكتشفته مع الوقت ان علاقه الاخوات ببعض بتكون من اقوى العلاقات اللي ممكن تعمليها في حياتك، بس فعلا لو عرفتي تتعاملي معاها صح. طيب، وهنبدا الفيديو بتاعنا بسؤال مهم قوي، وهو ليه في اخوات علاقتهم ببعض ضعيفه او فيها مشاكل؟ هنا بقى هقول لكم على كام حاجه كده بتحصل احنا مش واخدين بالنا منها، هي اللي بتخلي فيه مشاكل وبتخلي الاخوات مش هقول مش بيحبوا بعض، بس علاقتهم ببعض بتكون مش اقوى حاجه، بيكون ضعيفه. يعني كل واحده عايشه في حاجه لوحدها كده بعيده عن التانية، ملهاش دعوه بالتانية. فكملوا الفيديو للاخر وان شاء الله هتستفادوا جدا. اول نقطه ممكن تعمل ضعف في الشخصيه او تعمل مشاكل بين الاختين وهي الفرق في الشخصيات. كل واحده ليها شخصيه، ده طبيعي، بيبقوا نازلين من بطن واحده وكل واحده ليها شخصيه، واحده هاديه واحده اجتماعيه وشعنونه. وحابه اقول لكم يا جماعه هي الهاديه وانا الشعنونه طبعا اكيد باين عليا. ويلا خلينا نرجع لموضوعنا تاني. فزي ما قلت لكم في واحده احيانا بتكون هاديه قوي، وفي واحده اجتماعيه قوي وشعنونه بتحب الكلام وبتحب الناس وبتحب التنطيط والهزار والكلام ده، او احيانا بيبقى العكس. فهنا بقى بيبدا الصدام، كل واحده مش متقبله شخصيه التانية. دي بتحب الهدوء وبتحب تقعد لوحدها وفي اوضه لوحدها، والتانية بتحب الناس، بتحب تهزر، بتحب تشغل اغاني، بتحب كده يعني شعنونه يعني. والحل هنا بدل ما تحاولي تغيري شخصيه اختك، انت ممكن تتقبليها. تلاقوا نقطة مشتركة ما بينكم، أكيد في حاجة مشتركة ما بين شخصيتك وشخصية أختك. وطبعا مين اللي هتعمل كده؟ العقلة الكبيرة اللي محطوط دايما عليها المسؤولية، هي المفروض تبدأ بكده، تشوف نقطة مشتركة بينها وبين أختها وتحاول تحلها وتحاول تقرب بيها من أختها. تاني نقطة وهي بجد أنا يعني بشوفها أو بوجهها أكتر للأمهات والأبهات، وهي المقارنة والمنافسة. في أحيانا عائلات بتقارن كل يعني أخت بأخت، دايما عندهم في البيت مين المتفوقة ومين الأجمل ومين الأحلى، مين الشاطر في المدرسة، مين اللي بتعمل صحاب. النقطة دي بتأثر جامد قوي 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 على العلاقة بين الأختين، لأن الأخت التانية بتشوف إن هي دايما بابا وماما بيحبوها اكتر، بابا وماما شايفينها هي اجمل وهي انجح وهي احلى وهي بتعمل صحاب. فبلاش المقارنه والمنافسه بين الاخوات، ده بيكون تفرقه وبيكون اصل احنا مش في سباق عشان يعني نشوف مين اللي هينجح مين اللي هيعمل صحاب اكتر، ده مش سباق. الام كده او الاب بتدمر العلاقه بينها وبين اختها، الاتنين هيطلعوا بيكرهوا بعض. مع كل سقف. وعايزه اقول لكم الحقيقه ان كل واحده ليها جمالها وليها نجاحها وليها ظروفها الخاصه، فاحنا مش بنكون في سباق. احنا لازم نلغي فكره السباق ده، لانه اصلا هو مش سباق، احنا كده بندمر بناتنا وبندمر علاقتهم ببعض. المفروض دول يطلعوا اصلا يكونوا سند لبعض، فاحنا نحاول فاحنا طبعا لازم نلغي فكرة السباق بين الاخوات والمقارنة بين الاخوات. ثالث نقطة ممكن تضعف علاقة الاخوات ببعض او تعمل ما بينهم مشاكل، وهي عدم احترام خصوصية كل واحدة. يعني في سن معين كده للبنت كل واحدة بتحس ان هي عايزة يبقى ليها حياتها او تنفصل عن حياتها شوية. هتلاقي بقى في الوقت ده اللي البنت بتبقى بتحاول ان هي بتبدأ بقى تكون حياتها، تبدأ ترسم حياتها، تلاقي ان اختها بتتدخل في حياتها جامد قوي، بتاخد قرارات بناء على اختها. يعني اختها ملهاش لازمة مع ان هي دي حياتها ودي خصوصيتها ودي مساحتها الخاصة، تلاقي اختها بتتدخل بزيادة قوي، فده ممكن برضو يعمل مشاكل بين الاختين. الحل ان لازم يكون في احترام متبادل، وان كل واحدة لازم يكون حياتها وخصوصيتها هي، بس في نفس الوقت دايما نبقى موجودين لبعض وجنب بعض،
كل واحده تحتاج التانيه في حاجه في حياتها. يعني انا مثلا وقفت في حاجه محتاجه اخد قرار، يعني فممكن اجي المي انا واقعه مثلا في مشكله، اديني رايي. فدايما لازم هي تبقى موجوده، ده دور الاخت ان هي دايما تبقى موجوده. وهنا هيقابلنا سؤال مهم جدا، وهي ازاي تبني علاقة صداقة حقيقية بينك وبين اختك. اول حاجه وهي لازم تخلقوا وقت ليكوا انتوا الاتنين، وتخلقوا لغه حوار ما بينكوا انتوا الاتنين. يعني مثلا لو انتوا ليكوا اوضه واحده، خصصي كده قبل النوم اقعدي اتكلمي مع اختك عن كل حاجه حصلت في يومها. ايه اللي حصل بقى ضايقها مثلا في المدرسه، في الجامعه، يعني في حياتها عموما مع صحباتها، ايه اللي حصل ضايقها. هي بقى هتبدا تحكي لك. اما تبدا تحكي لك انت كده بتخلقي لغه ما بينكم انتوا الاتنين عشان تقربكم من بعض. بس خلي دايما بينكم لغه حوار، عوديها ان هي لما يحصل حاجه تضايقها، تحصل حاجه مثلا تفرحها، ما تخافش ان هي تتكلم معاكي. يعني تيجي على طول، انت اول واحده تيجي في بالها ان هي تجري على طول تحكي لك ايه اللي حصل في يومها، ايه اللي ضايقها، ايه اللي فرحها. طب معلش والله كنت بتدور على ايه؟ عارفه انت الراجل اللي هو بيكتب. طب عيدي معلش مش والله العظيم كنت بجد الاخضر. ايوه جماعه، انا عايزه اقول لكم ان ده اخر فيديو انا عامله انا بس عايزه اقول لكم مش ان لازم ده كل كده اخر فيديو انا هعمله مع اللي هو مي. انا اقعد اتكلم كمان الحوار ولا كان حد يتكلم. بص الساعه بقت كام؟ انا وقتي انا عايزه أقفل. طب يلا معلش يلا ابداي قولي الجمله بتاعتك. ايه الاوفر؟ خلاص بس يا كلامي. فمش لازم دايما كلمني. فمش لازم دايما الكلام بينكم يكون عميق. بس اهم حاجه ان انتوا تخلقوا وتخلوا ما بينكم لغه حوار. فمش معنى اننا مختلفين اننا ما نلاقيش حاجة مشتركة نعملها سوا. ممكن تجربي مثلا تنزلي تخرجي معاها خروجة حلوة، تشاركيها حاجة هي بتحبها، تشاركيها نشاط هي بتحبه. احنا مثلا على كبر يعني بقينا نحب نقف في المطبخ ونطبخ مع بعض، نروح مثلا الجيم مع بعض، ننزل ونتفق انا ومي على خروجه لوحدنا، اللي هو انا وهي نخرج لوحدنا نرخي اعصابنا نقعد في اي مكان. وتالت نقطة وهي ان انت تدعميها بجد مش بكلام بس. كلنا اكيد بنحتاج حد يكون معانا اوقات ضعفنا. كلنا اوقات بيجي علينا اوقات بنكون ضعاف، بنكون محتاجين حد يقف جنبنا يقوينا، يكون في ظهرنا او سندنا. فحقيقي مفيش حد اولى من الدعم ده غير اختك. فزي ما قلت لكم الدعم مش بيبقى بالكلام بس، لكن مهم جدا ان هو يكون بالفعل. زي مثلا ايه؟ انت ممكن تسنديها مثلا في وقت شغلها، مذاكرتها في مدرستها، واجباتها. مش لازم لما تيجي تحكي لك تحكمي عليها وتلوميها وي وي وي، لا يعني ممكن بلاش. تسمعيها الاول خالص بدون احكام، يعني اسمعيها بدون احكام خالص. اسمعيها هي جايه تفضفض لك، عايزه طبطبه، مش عايزه احكام ونصايح وحاجات من دي. وهنا احنا هنسال بعض شويه اسئله كده وهنجاوب عليها يعني بكل صراحه. اول مره ممكن نسالها لبعض بصراحه. طيب ايه اكتر موقف خلاكي تحسي ان اختك سندك بجد؟ بصوا خليني في الاول اقول لكم ان اصلا الاخوات سند، سواء بنت او ولد، فالاخوات دايما سند. خليني قبل ما اجاوب السؤال اقول لكم ان الاخوات سواء ولد او بنت دايما سند. فيعني ربنا يخلي لنا كل اخواتنا يا رب. فهبدا بقى اجاوب على السؤال. انا حسيت ان اختي سندي بجد ساعه تجهيزات الفرح بتاعتي. يعني تجهيزات الفرح كانت كتيره جدا وكلها لف وكلها تعب. وحتى لو انت ليكي صاحبه قريبه ليكي جدا جدا، يعني انتوا الاثنين صحاب جدا من زمان، هتتكسفي تقولي لها يعني انت عايزه تقولي له محدش في الوقت ده هيكون سند ليكي غير اختك. دي حقيقه بجد. وممكن كل واحده مش حاسه يعني بقيمه اختها دلوقتي، بس هتحسها بعدين. ايوه دي حقيقه. انا بقى هسالك سؤال تاني. طيب انا بقى هسالك ايه الحاجه اللي انا لو عملتها انت ممكن تزعلي منها جدا، مع ان انا عارفه بس يعني قولي. عرفيه. مثلا بصراحه لما هي تاخد مني لبس، يعني انا ابقى الصبح مثلا اللي هو انا مسستمه البس الطقم ده فلاقيها لبسته، فدي حاجه بتضايقني منها جدا انا ببقى الظهر. فمي زي ما بقول لكم كده وزي ما هي قالت لبسها خط احمر، وانا بحب هي بتحب تضايقني. انكشها. انا بحب انكش اي حد يعني. بس خلاص ما تزعليش، انا اتجوزت وسبت لك الدولاب، سبت لك لبسك. دوري انا بقى اسالك سؤال. مين فينا بتعرف تحتوي
التانية اكتر. انت جاوبي عليه يا حبيبتي. انا ايه اللي انت؟ انا طبعا. هو الكبيره دايما بتعرف تحتوي الصغيره. انت يعني بيجي او عايزة أقول لكم- اوقات، لا استني، عايزه اقول بيجي لكم ان هي من ساعه ما اتجوزت مكالمات بقى بالساعه بقى وبنص أي أخت ساعه متجوزة كده. وبالساعتين، وتقول لي انا اللي بحتويكي. هو احنا أي أخت. الاثنين يا جماعه بنحتوي بعض عادي. لما انا ببقى متضايقه اكيد بروح احكي لها، فهي بتقعد تهون عليا، وهي برضه لما تبقى متضايقه انا بحاول اهون عليها عشان ده الطبيعي بتاع الاخوات. بس كده. اي اخت طبيعي بتكون كده، واي اخت اكيد يعني متجوزه لما بتمشي من البيت يعني فاهمه مؤثرة بتبقى- فيك. بالظبط. مؤثره فيكم؟ طبعا. مؤثره في ماما. بصراحه عشان انا يا جماعه كنت عامله لهم حس في البيت، ما انا عامله لهم حس وكنت عامله لهم حس من نوع اخر. يلا انا بقى دوري. ازاي بتعبري عن حبك ليا؟ بالكلام ولا بالافعال؟ انا عارفه برضو. بعبر عن حبي ليكي. بتعبري بالكلام ولا بالافعال؟ لا بالافعال اكتر. طبعا أنا ما بعرفش اقول. كلام. لا انا بعرف اقول كلام حلو، بس لاسراء لا ما بعرفش. ليه؟ ما اللي هو عشان انتي اختي، ويعني فاهمه مش محتاجين لبعض بقول لك كلام حلو. انت بتعبر أكيد عارفة بالكلام بقى، وفاهمة. يعني بتشتري لي مثلا بلوزه، تعمل لي اكله انا بحبها، هي كده كانها بتقول لي بحبك يعني. يعني ماشي، حلو. طيب هنا طبعا بين اي اختين بيبقى في مشاكل، ده الطبيعي في اي بيت وفي اي علاقه بين اختين. بس الحل هنا ان احنا ازاي نحل المشاكل ما بيننا بسرعه وما تقعدش وقت طويل، لان طبعا الوقت الطويل في اي مشكله بيضعف العلاقه وبيخلي في وبيزودها مشاكل اكتر، وبيزود المشكله اكتر وبيزود النفوس من بعض بيزود اكتر. الخصام. يعني اول حاجه ما تاخديش كل حاجه بحساسيه. احيانا بنتضايق من اخواتنا يعني بسبب مثلا رد فعل، أو نبره حاجات تافهة صوت. عموما. بالظبط، حاجات تافهه جدا بنتضايق منها وممكن نتخاصم بالاسابيع، وانت ازاي تعملي كده، وانت ازاي تتكلمي، انت ازاي تنسي مش عارفه ايه، انت ازاي مش عارفه تعملي ايه. فكل حاجه لو خدتيها بحساسيه هتفضلي زعلانه طول الوقت من النقطه. يعني انتوا اخوات عايشين مع بعض 24 ساعه، فانت ما تاخديش كل حاجه بحساسيه. جربوا تتكلموا مع بعض، يعني قولوا لها مثلا انا بتضايق من كده، بالظبط. وهي تقولي انا متضايقه متضايقة من من كده، فاحنا كده يعني يعني نبدأ بقى نفهم نتشارك. بعض ونبدا نتشارك، كل واحده ما تعملش الحاجه اللي بتضايق التانيه. هو الموضوع ده بين الاخوات، يعني اللي هو بيكونش بقى اللي هو نقعد مع بعض طب انتي الحاجه دي اللي بعملها بتضايقني منك. يعني انا عايزه اقول لكم ان مفهوم الاخوات بيكون ابسط من كده، فمش لازم كل حاجه ناخدها بخصام او بزعيق. هو كده كده في خناقات، بس اهم طبيعي. حاجه ان انتوا الخناقات ما بينكم ما تطولش. الحاجه اللي بتعمل بينكم خناق عدوها، ما بالظبط. تعملهاش. ادام انت عارفه ان انا لو قلت الكلمه دي هتتخانق معايا، لا ما مش هقول الكلمه دي خالص، وبكده العلاقه تكون هاديه وحلوه ولطيفه وكده يعني. تاني حاجه وقت الزعل، ومهم جدا ان انت تدي نفسك مهله قبل ما تتكلمي. فكري قبل ما تتكلمي، لان دايما والطبيعي ان بيحصل ما بيننا مشاكل. فلما يحصل مشكله وانت بقى طبعا غضبانه ومتعصبه وبتفكري في كلام بقى تحرق اختك وتضايق اختك وتلسع اختك، فانت ممكن فكري تفكري في الكلام قبل ما تقوليه. تقوليه. لان طبعا في الخناقات كل واحده يعني، او ده الطبيعي ان كل بني ادم هي ضايقتني فانا هفكر في رد يضايقها اكتر. انت حاولي فكري اختك الكبيره لازم تشيلي المسؤوليه، لازم ويخلوا تفكري في كلام كتير، ويخلي لازم العلاقه انت اللي بينهم تطبطبي. ابسط. ويخلي العلاقه بينهم ابسط اكتر. ايوه طبعا دي حاجه مهمه، ودي حاجه هتقلل ما بالظبط. بينكم الخناق والخصام. تالت حاجه وهي ان انتوا تحافظوا على مساحتكم الشخصيه مع بعض. انا عايزه اقول لكم حاجه، انا من النوع اللي لما بيزعل او بيتضايق من حاجه بدخل اوضتي واقفل على نفسي. كل واحد عنده طريقه في الزعل، فدي طريقتي في الزعل. انا بتضايق بتضغط بقفل عليا اوضتي وبفضل قاعده كده لحد ما اهدى خالص. فمي طبعا كانت من النوع ان هي قاعده تضغط عليا ان اتكلم، ما كانتش بتسيبني طبعا، تضغط عليا اتكلم وتقعد تضغط، وانا اصلا ببقى مضغوطه فهي بتضغط عليا اكتر. فالموضوع ده ما كانش بيحل مشكله خالص، بالعكس ده كان بيزودها. وبعدين فهمت في الاوقات دي ان لازم اديها مساحتها الشخصيه، وانت كمان لو عندك اخت ومحتاجه تهدى ممكن تسيبيها وتديها مساحتها الشخصيه لحد ما هي تهدى كده، وهي اللي ترجع تتكلم، ما تضغطش عليها. وما يكونش مثلا من انواع اللي هو انك بقى داخله عايزه اقول لهم اللي هو مش انت يعني مش داخله بقى اللي هو حالفه انا
لا انت ممكن تسيبيها. ايوه قولي. فالنقطة هنا ان احنا كل واحدة ليها طريقتها في الزعل، ولازم الاخت تراعي كل اخت يعني طريقتها في الزعل. انت متضايقة، انت طريقتك في الزعل بتحبي تقعدي مع نفسك لحد ما تهدي، المفروض الاخت التانية تراعي ده وتسيبها وتديها مساحتها الشخصية. وفي النهاية مش لازم نكون احنا نسخة من بعض، واهم حاجة اننا نكون دايما سند لبعض، وقت ما نكون محتاجين بعض نلاقي فعلا بعض، نقف لبعض ونلاقي بعض. ولو انت فعلا علاقتك باختك مش قوية، حاولي قربي منها، حاولي اعملي لغة حوار بينك وبينها. بصي عايزة اقولك ان اختك في الاول وفي الاخر اللي هتلاقيها مش صاحبتك بقى، وتقولي صاحبتي دي احنا متربيين مع بعض مش عارفة من امتى ومش عارفة ان احتجتها هلاقيها. لا، في اوقات فعلا مش هتلاقي فيها جنبك الا اختك، وتشاركوا بعض تشاركيها كل حاجة هي بتحبها، تفهمي بالظبط. طريقة زعلها. الحاجات دي هتقوي بينكم العلاقة اكتر. يلا وقولنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتحبيها في اختك وايه اكتر حاجة بتضايقك منها. وحبوا بعض. انتوا مالكوش غير بعض. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى فعلا تكون وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى فعلا تكونوا استفدتوا منه، واتمنى تكونوا حبيتونا احنا الاتنين مع بعض. ولو عندكم اي افكار فيديوهات تانية لينا مع بعض اكتبوها لنا في الكومنتات. يلا باي باي.